بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام، وأرجو لكم أيها الأحباب أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أنا أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة، أرحب بعنايتكم أجمل ترحيب في الحلقة رقم 207 بحمده تعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نبدأ البرنامج ونختتم بها، راجين أن يجمعنا الله في خير وصحة وعافية. أيها الأحباب، ضمن اهتمامات هذا البرنامج عزيزي المشاهد أنه يهتم بسير الخالدين، وخاصة أولئك الذين أعرفوا بشجاعتهم الدينية وفراستهم الوطنية وحبهم لهذه اللغة التي نتحدث بها. وأنا أتصفح صفحات الإسفير الإلكتروني، وقفت على صفحة الأستاذ ابن المختار، الأستاذ العزيز إسماعيل عمر المختار، رحم الله مفتي إريتريا الهمام الشجاع إبراهيم المختار، الذي كان مختارا في وقفته الوطنية وشجاعته الدينية، وكان شخصا أمة من الناس. قرأت في صفحة الأستاذ إسماعيل نعى فيه أخته فاطمة إبراهيم المختار رحمة الله عليها وأكرم مثواها. ونحن ضمن اهتماماتنا أيها الأحباب بالسير العطرة الخالدين من أبناء شعبنا، سنكرس هذه الحلقة للحديث عن فاطمة إبراهيم المختار. أسأل الله يجمعها مع أبيها ومع المؤمنين الشهداء الخالدين، ولأنها ابنة الشيخ المفتي العلامة الجهبذ إبراهيم المختار رحمة الله عليه، وأنا وجدنا بذارا من تلك الأسرة الكريمة، الأسرة الوطنية، الأسرة الدينية، إبراهيم المختار، نتقفى أثر أولئك. أولا أنا أعزي باسم كل المشاهدين من قناة سلام الإعلامية المباركة أسرة مفتي الديار السابق والأسبق إبراهيم المختار، وأعزيهم على هذا الفقد الكبير، خاصة أخونا الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار، وكذلك الذين في الداخل نعزيهم على هذا الفقد، ولأسرتها الصغيرة كذلك نعزيها عزاء حارا. أنا تعمدت جزءا من العرفان لهذه الأسرة العزيزة، الأسرة التي قدمت لهذا الدين وقدمت لهذا الوطن الكثير والكثير، ممثلة في مفتي الديار الإريترية الأول إبراهيم المختار، وما قدمه من أجل وطنه، من أجل لغته، من أجل دينه الحنيف، وكذلك تقديرا لدور الفارسة التي ترجلت كما وصفها، وأخيرا ترجلت الفارسة المتألقة فاطمة إبراهيم المختار. سأستعرض لكم ماذا كتب أستاذنا إسماعيل عن أخته، وهي أخت كل إريتري غيور على دينه وغيور على وطنه. سأستعرض لكم وما تبقى من زمن هذا البرنامج، ربما أدلف إلى موقع المفتي إبراهيم المختار لنأخذ شذرات مما يمكن أن يعيد إلينا توازننا الديني وتوازننا الوطني. كتب الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار تحت عنوان: وأخيرا ترجلت الفارسة المتألقة،
قال في مقالته: في يوم من أيام القاهرة الصيفية ذهبت إلى حديقة الحيوانات في منطقة الجيزة بصحبة أختي الكبرى فاطمة إبراهيم المختار وابنها وبناتها. وأثناء تجوالنا في الحديقة وصلنا إلى ساحة ركوب الخيل، وكانت العادة أي يركب زوار الحديقة الفرس بمساعدة أحد العمال، والمضي قدما تحت إشراف العامل المختص. يقول إبراهيم، عفوا أستاذ إسماعيل: أقبلت أختي فاطمة نحو أحد الخيول فقفزت على ظهره ثم استوت دون عناء. أقبل العامل نحوها على الطريقة المصرية طبعا كما تعلمون. أنا أحاول أن أدخل صورة قديمة للمرحومة الراحلة فاطمة وهي على بالقرب من حصانها. أنا أتزحزح قليلا حتى تشاهدون الصورة أيها الأحباب. هذه فاطمة في شبابها ممسكة بالحصان، ونحن أمرنا كمسلمين أيها الأحباب أن نعلم أبناءنا ركوب الخيل والسباحة والرماية كما ورد في الحديث النبوي الشريف. يقول الأستاذ إسماعيل إبراهيم: ثم استوت دون عناء. أقبل العامل نحوها وهو يصرخ بأعلى صوته: حاسبي يا حاجة، على الطريقة المصرية طبعا. لم تلتفت إليه أختي ومضت بكل ثقة تحرك فرسها، والعامل في ذهول شديد. لم يعرف العامل المسكين أن التي ينادي عليها بالحاجة كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، راكبة خيل وحائزة على الدرجة الأولى في مباراة سباق الخيل الرسمية في إريتريا، وكانت تظهر على الصفحات الأولى من الصحف بميداليتها أو بميدالياتها، ولها صوت ودوي في إريتريا في تلك الأيام يشابه ما قاله المتنبي: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. في يوم الخميس الماضي وفي سكون ليل داج رحلت أختي فاطمة عن دنيانا بعيدا عن مسقط رأسها في مقرها بمدينة دنفر الأمريكية. كانت فاطمة بارزة ليس في مجال ركوب الخيل فحسب، بل في نواح مختلفة من حياتها. فيما قبل الستينيات الفتيات في إريتريا لم يكن يتجاوزن المرحلة الابتدائية، ولكن فاطمة إبراهيم المختار تجاوزت ذلك، وكانت من القلائل اللاتي وصلن إلى المرحلة الجامعية، حيث تخرجت من جامعة أسمرة من كلية الحقوق، وكان عنوان رسالتها: القرآن الكريم كمصدر من مصادر القانون الدولي. وكانت رحمها الله تتقن اللغة العربية والإنجليزية بجانب تعلمها الفرنسية والإيطالية. بالجملة كانت تعرف حوالي 8 لغات. حقيقة عزيزي المشاهد، وأنا أقرأ السيرة توقفت في رسالتها العلمية وفي جامعة أسمرة تناقش عنوان رسالتها: القرآن الكريم كمصدر من مصادر القانون الدولي. أترك التعليق للمشاهد الكريم. الآن في هذا الزمن العجيب دعك أن تناقش رسالة علمية استنادا إلى القرآن والحديث النبوي الشريف. الواقع المزري يجيب على ذلك أيها الأحباب الكرام. مع الأسف الشديد كان ذلك في العهد الاستعماري. تناقش رسالة علمية
في صلب القرآن الكريم وكمصدر من مصادر التشريع. لا حول ولا قوة إلا بالله. يواصل أستاذنا إسماعيل إبراهيم المختار وهو يتحدث عن فقد أخته فاطمة إبراهيم المختار، فيقول: كان لديها لدى فاطمة تطلع لتعلم كل المهارات، وكانت تمارس وتتقن الرياضة بكل أنواعها من سباحة وكاراتيه وكرة المضرب والطاولة وغيرها، وكانت تسير بالدراجة في شوارع أسمرة في وقت يندر فيه أن ترى امرأة تركب الدراجة ما عدا الإيطاليات. بجانب ذلك كانت تتقن الأعمال اليدوية النسائية، وكانت عضو ناشط في نادي النساء YWCA. كان لها اهتمام بالقضايا العامة، وفي الجامعة كانت صوتا مسموعا، وكانت في مقدمة التظاهرات الطلابية في الجامعة، وقد تم القبض عليها وإيداعها السجن، ثم أطلق سراحها بتدخل سريع من إدارة الجامعة الإيطالية. وكانت رحمها الله جريئة مقدامة لا تتردد في التعبير عن رأيها بما فيه الرأي المعارض لحكومة الإمبراطور هيلي سلاسي. وكانت تسخر من أذنابه الإريتريين الذين باعوا وطنهم وتنادي عليهم علنا: فرانكوا. أرجو أن أكون نطقت الكلمة صحيحة، أي معناها وقعت على بيع بلدي، وقعت على بيع بلدي. ولعلها كانت الوحيدة التي لم تنحني أو تحني رأسها للملك الإمبراطور هيلي سلاسي الذي كان الكل، كما كان على يقول إسماعيل: لم تحني رأسها للملك يوم استلمت منه الشهادة الجامعية، وكان الكل يسجد له والعياذ بالله والعياذ بالله، إلا أباها، ومن شابه أبه فما ظلم. هذا خارج المقال. عرف عن الشهيد المفتي العلامة الجهبذ إبراهيم المختار أنه لم ينحني أبدا، الوحيد الذي كان يسلم على الإمبراطور هكذا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الآية. فها هي لم تنحني للإمبراطور كما لم ينحني أبوها. يقول في سيرتها العطرة: تزوجت فاطمة إبراهيم المختار بعد وفاة والدها الأمير محمد بن سلطان علي مرح، سلطان إقليم أواس العفري. وكان زواجهما في أسمرة يوما مشهودا لم يرى ركب مثله في طوله وضخامته. لم تمكث فاطمة إبراهيم المختار في أسمرة كثيرا بعد زواجها، حيث حدث الانقلاب العسكري ضد الإمبراطور في إثيوبيا 1974. انعكس أحداث ذلك على البلد، وجاءت بعدها حملة إرهاب وقتل ممنهج في أسمرة، فنزحت مع زوجها خلسة، تاركة بيتها بكل ما فيه من أثاث جديد وسيارات سطى عليها كلها جنود الحكومة. وبما أن السلطان علي مرح كان أيضا مهددا من قبل النظام العسكري الجديد، فإنه رحل بكامل أسرته وحاشيته إلى المملكة العربية السعودية التي استقبلتهم ومنحتهم اللجوء السياسي والإقامة المفتوحة لكل من جاء من جهتهم. وكانت فاطمة في السعودية واسطة خير سهلت للكثيرين الحصول على الإقامة. بعد فترة من الإقامة بالمملكة رحلت مع زوجها إلى أمريكا بغرض الدراسة، ثم عادا إلى القاهرة واستقرا فيها. توفي زوجها في القاهرة، فبقيت وحدها تكابد
في تربية أبنائها حتى استوى عودهم لترحل مرة ثانية إلى أمريكا وتستقر فيها. في أمريكا مارست أعمالا مختلفة ومنها الترجمة. من طرائف ما حدثتني به، يقول إسماعيل إبراهيم المختار أخوها، أنها دعيت ذات يوم للترجمة باللغة السيهاوية لأسرة إريترية، فجلست في قاعة الانتظار بجوار تلك الأسرة دون أن تدري من هم. فلما سمعتهم يتحدثون بالسيهاوية بادرت بالحديث معهم، وكانت ملامحها بيضاء تبدو وكأنها امرأة مصرية. فانتفض الرجل قائما وهو لا يصدق ما يرى، صرخ قائلا: من أين هبطت؟ ومن علمك السيهاوية؟ قالت: أنا إريترية سيهاوية. لم يصدق الرجل وظل يقول: هل أنت متأكدة؟ أنا ظننتك إما مصرية أو مكسيكية. كانت فاطمة تحب المساكين والمهمشين والمظلومين. يقول إسماعيل: أذكر أنها تعرفت على لاجئ سياسي من روديسيا زيمبابوي لاحقا في جامعة أسمرة اسمه إلياس، فكانت تتعاطف معه ومع قضيته، فتأخذه وتعرفه بكل من تعرفهم، وتشرح لهم ما يتعرض له الأفارقة من تمييز وقهر في بلادهم على يد البيض، وكيف أنه فر من بلده بسبب ذلك. ومن الطرائف أنها عرفته بعمنا حامد القادم من قرية نائية في جبال نبقدي، أرجو أن أكون قد نطقتها صحيحا، وحدثته عما يتعرض له السود من ظلم، فتأثر عمي بذلك كثيرا وأشفق على إلياس، فقال لها ببساطة الفلاح: يا بنيتي، قولي له لو كانت الأمور عندنا جيدة كالسابق لأخذناك معنا إلى قريتنا وجعلناك راعي أغنام، أي راعي أغنامنا. ظلت فاطمة تهتم بإلياس حتى صار متأقلما ببيئته الجديدة الإريترية يعني، وتزوج من فتاة يمنية وتخرج من الجامعة، وكان يكن لها التقدير الكبير. وكان من زملائها في الجامعة كما يقول إسماعيل بعض ممن أصابتهم حالات نفسية، منهم شاب يدعى حديش، كان يصبح عنيفا حين تأتيه النوبات، فكانت فاطمة إبراهيم المختار أقدر على تهدئته. وأذكر يقول أنه جاءنا والديه في صباح الفجر من حي بعيد يستنجدون بفاطمة لتهدئة ابنهم الهائج، فذهبت معهم دون تردد، وقد تكرر ذلك عدة مرات. وكان من عادتها محادثة البوابين والبسطاء. يقول الكاتب: حتى في القاهرة، يقول وجدتها تتعرف على كل بواب الحي، وكانوا يحبونها ويسلمون عليها وتعطيهم ما عندها من البقشيش. في أثناء زيارتي لها في القاهرة قدمت امرأة مصرية من الحي، فترددت من الدخول، فقالت لها: ادخلي إنه أخي. فتحدثت معها فترة، وبعد ذهابها قالت لي، يقول إسماعيل: هذه امرأة تعاني من زوج يضربها ويهينها ولا يصرف عليها، فتأتيني دوما طالبة المساعدة مني، فأساعدها وأواسيها حسب مقدرتي. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وتتابعون من خلالها حلقة في برنامج مع اللغة العربية. وهذه المرة أيها الأحباب نكرس حلقتنا عن
سيرة عطرة، وهي سيرة فاطمة إبراهيم المختار، نجل بنت مفتي إريتريا الأول سماحة الشيخ العلامة إبراهيم المختار رحمه الله ورحم أباها المختار. يقول إسماعيل وهو يستعرض سيرة أخته: كانت فاطمة اجتماعية للغاية، لها حضور واسع حتى في الأوساط الدبلوماسية والبعثات الخارجية. أصحابها كانوا كثر من كل الجنسيات ومن كل الطوائف الدينية، وكانت بذلك تجسد الشخصية الأسمراوية المنفتحة على الثقافات والمتسمة بثقافة التعايش والتحاور مع الآخر. وكانت في صدد كتابة كتيب عن تراجم أصحابها ومعارفها، وممن تعرفت عليهم زائرة سويدية جاءت لمهمة بحثية، فكانت فاطمة تصحبها إلى المتاحف الأثرية والأماكن المهمة. وبعد فترة طلبت السويدية منها أن تأخذها إلى مكان سهر ليلي، فقالت لها فاطمة: أنا مسلمة ملتزمة، لا أذهب لتلك الأماكن، ابحثي عن غيري. ونتيجة لشهرتها فقد قدمت لها جهة أمريكية منحة جامعية في الجامعة الأمريكية في بيروت أو جامعة أخرى في لندن. والغريب أنهم قدموا لها العرض عن طريق الحاكم العام لإريتريا سيء الصيت أسرات كاسا، الذي بدوره عرض الأمر على الوالد، أي المفتي سماحة المفتي إبراهيم المختار. ولكن الوالد توجس من هذا العرض ومن دوافع الحاكم العام في إريتريا أسرات كاسا، حيث كانت العلاقة بين سماحة المفتي والحاكم العام متوترة بسبب الواقع السياسي في إريتريا آنئذ. فتجاهل الوالد المختار الطلب ولم يسعى إليه. أيها الأحباب الكرام، لا زلتم مع قناة سلام، ومنها نتابع هذه السيرة العطرة للراحلة فاطمة إبراهيم المختار التي رحلت عن دنيانا قبل أيام. هذه مخطوطات كانت تكتبها بخط يدها، نشرها إسماعيل أخوها في صفحته. كانت فاطمة قريبة من والدها، وكانت كاتبته الأولى، حيث كان يملي عليها مؤلفاته فتكتبها بخط يدها كما تشاهدون. كان يستمع إليها وقد يختلف معها أحيانا فيحاورها برفق. وأذكر أنها بعد حصولها على أول مرتب لها قدمت إلى الوالد، أي قدمت إلى الوالد وقالت له: أنتم تلبسون نفس هذا الحذاء في كل المناسبات الرسمية، لا بد لكم من حذاء ثاني. انظر إلى الأدب عزيز المشاهد، قالت له: أنت تلبس هذا سماحة المفتي بمكانته العلمية والتربوية وكذلك الوطنية، إنه المفتي. قالت له: أكرر، أنتم تلبسون نفس هذا الحذاء في كل المناسبات الرسمية، لا بد لكم من حذاء ثاني. ورغم تردد الوالد فإنها جاءت بورقة رسمت عليها صورة قدم الوالد، واشترت له حذاء جديدا لم يلبسه الوالد إلا لعدة أشهر قبل رحيله. ويوم توفي الوالد أصرت على أن تلقي عليه نظرات الوداع الأخيرة، ولم يكن معتادا السماح للنساء بذلك. فتحدث الجميع، أي تحدث الجميع، ودخلت الغرفة التي كان فيها نعش سماحة المفتي، ويقول: وقد اصطحبتني معها لنلقي النظرة الأخيرة على الوالد رحمة الله عليه. وكان على وجهه هدوءا عجيبا وكأنه في قيلولة عصرية. فاطمة هي التي علمتني الدراجة، وحاولت أن تعلمني ركوب الخيل وأنواعا أخرى من الرياضة،
وحاولت تسجيلي في النادي الرياضي في أسمرة، وقد زرعت في الحس الوطنية وكراهية الظلم واعتزازي بهوية الإريترية. رحلت أختي فاطمة في محيط لا يعرف عن ماضيها شيئا، بعيدا عن وطنها الذي كانت فيه مثار إعجاب وحديث الناس. رحلت فاطمة دون أن تكتحل عينيها برؤية موطن صباها، مدينتها التي تألقت فيها وعرفها القاصي والداني، مدينة أسمرة، لتلحق بوالدها وهي أكبر ذريته. رحم الله رحم الله رحمها الله رحمة واسعة، وغفر لها ولوالدها وأسكنهما فسيح جنانه جميعا. أيها الأحباب الكرام، كانت هذه السيرة العطرة التي كتبها أستاذنا إسماعيل إبراهيم المختار عن أخته فاطمة إبراهيم المختار، التي رحلت عن هذه الدنيا قبل أيام. ألا رحم الله الفقيدة العزيزة فاطمة إبراهيم المختار، وأسكنها فسيح جنانه. عظم الله أجركم آل المختار أينما كنتم. وهذه قناة سلام، مستمعينا ومشاهدينا الكرام، لحظات ونعود لنقلب وإياكم يعني شيئا من موقع سماحة المفتي إبراهيم المختار. فابقوا معنا متكرمين أيها المشاهدون الكرام. المشاهدون الكرام، عدنا إليكم بحمده تعالى. فتحت صفحة الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمه الله، مفتي إريتريا الأول، فاخترت من بين المقالات أو العناوين التي وقعت عليها عيناي مقالات السلطات الدينية في إريتريا قديما وحديثا. كتب ذلك أي نشر في 2015. تقول المقالة المنشورة: كان من عادة سماحة المفتي أن يتناول بين الحين والآخر في محاضراته ومقالاته قضايا تاريخية وقضايا إدارية تتعلق بالمؤسسات الإسلامية، وذلك بهدف نشر الوعي وتعريف الناس بالقضايا العامة. وهذه محاضرة ألقاها سماحة المفتي في جامع الخلفاء الراشدين، ونشرت لاحقا في جريدة الوحدة في عددها الصادر يومي 25 و26 من نوفمبر 1965. محرر الموقع: تاريخ دخول الإسلام إلى إريتريا إداراته الدينية. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. مزايا شهر رجب. نحن الآن في شهر رجب، وهو شهر يمتاز عن غيره من الشهور بعدة مزايا تاريخية تالدة وقعت فيه، بيناها ونشرناها مرارا في مثل هذه المناسبة من السنين الماضية. ومن ضمن تلك المزايا دخول الدين الإسلامي فيه إلى هذا القطر، إلى إريتريا. وبهذه المناسبة نتكلم عن موجز مما يتعلق بالإدارة الدينية الإسلامية في هذا القطر كما يلي: هبوط أول بعثة إسلامية في باضع مصوع في شهر رجب سنة 5 من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، و8 قبل الهجرة النبوية الموافق سنة 614 ميلادية. قد دخل الدين الإسلامي قبل سائر المعمورة سوى مكة إلى هذا القطر في شهر رجب، حيث هبطت في التاريخ المذكور أول بعثة إسلامية إلى البلاد الخارجية، مكونة من 15 نفرا من مكة إلى جزيرة باضع مصوع، برئاسة
الخليفة عثمان ابن عفان الأموي الصحابي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفته الثالث. وبعده بقليل أتت بعثة ثانية ووجدت ترحيبا عظيما في بلاط النجاشي، حيث تلا القرآن، أي تلي القرآن في رحابه لأول مرة. تلاه زعيم البعثة جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سورة مريم ومن سورة العنكبوت ومن سورة الروم، حيث تأثر النجاشي ورجال حاشيته من سماعه، ففاضت أعينهم بالدموع. ثم قام الدعاة من هذا القطر بنشر الدين الإسلامي الحنيف في المناطق الإفريقية المجاورة، حتى وصل دعاتهم إلى ساحل الأطلنطي وخليج غينيا. وهذه الأسبقية التالدة الفريدة من نوعها تعتبر من أسمى المفاخر التي ينبغي أن يحتفل بذكراها مسلمو قطرنا إريتريا على الخصوص في كل عام، علاوة على الاحتفال العمومي بذكرى الإسراء والمعراج. أيها الأحباب الكرام، سنكتفي بهذا القدر من هذه الملمحة التاريخية الهامة التي وجدناها في موقع سماحة المفتي الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر رحمه الله، مفتي إريتريا الأول. أنا قرأت لأننا تحدثنا عن رحيل بنت فاطمة إبراهيم المختار رحمة الله عليها قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية. رحم الله الراحلين جميعا وأسكنهم فسيح جنانه. وعلينا أيها الأحباب الكرام أوصي المشاهد الكريم أن يزور موقع سماحة المفتي، ففيه ذكرى وعبر، والتاريخ عبرة لمن يعتبر. أيها السادة والسيدات، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة دوما نبدأ البرنامج ونختتم بها. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. كنت معكم محدثكم في الإعداد والتقديم أحمد شريف. كانت الحلقة رقم 207 في برنامج مع اللغة العربية. ألتقيكم إن شاء الله في مواضيع وأخبار وسير لاحقة بإذنه تعالى. إن لم يأتيني شيئا طارئا أو شيء طارئ، فربما أقلب إياكم يعني قصائد من ديوان شعري الأول الذي طبع تحت عنوان ماذا إذا قال القمر. وقع في يدي قبل فترة الديوان. شعراء يطبعون دواوينهم وأحيانا يكون ما عنده منه نسخة، يعني لأننا نعيش حالة استثنائية. أنا خرجت من بلدي ولا أحمل شيئا إلا إيماني وذاكرتي، إيماني بالله وذاكرتي الإعلامية والوطنية. فظللت أبحث عن ديوان شعري حتى اهتديت إليه. من عموما رحم الله الجميع أيها الأحباب الكرام. فإن لم يكن شيئا طارئا سأقلب إياكم قراءة من ديوان شعري الأول، على الرغم من أنه ما كتبته بعد الخروج 2008 بعد الهجرة الإجبارية طبعا. كتبت شيء من الصراحة والوضوح والقوة، والتجربة برضو اكتنز عودها وقوي عودها بحمده تعالى. لكن دعونا نقرأ مما كتبناه من تلك السنون. شكرا لكم، وحتى ألتقيكم في الحلقة المقبلة. تحياتي وتحيات الزملاء المشرفين والمخرجين والفنيين الذين يخرجون هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بمقاماتكم السامية. شكرا لإصغائكم مرة ومرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.